يعني احب اقول حاجه كحس زملكاوي، يعني كرجل يحمل يعني احساس زملكاوي او حب لنادي الزمالك. من يحاول اسقاط الاداره الحاليه لنادي الزمالك لن يترك المستشار مرتضى منصور سالما هانئا حتى وان وصل الى رئاسه الزمالك مره ثانيه. يعني في مثل بيقول: اكلت يوم اكل الثور الابيض او اكل الثور الاحمر. اللي بيحاول دلوقتي يسقط حسين لبيب وهشام نصر والكابتن سيد اللواء احمد سليمان او الدكتور حسام المندوه على مختلف القابهم، لهم مني كل احترام والتقدير، لن يترك امير مرتضى او احمد مرتضى او احمد جلال ابراهيم او المستشار مرتضى منصور. مش هيتركهم في امان وسلام، مش هيتركهم في امان وسلام. افهموا ده كويس يا جماعه، افهموا ده كويس. اللي هيسقط الاداره الحاليه لن يسمح لاي اداره اخرى ابدا بالاستقرار. تمام؟ فصمام الامان وعامل الاستقرار الرئيسي هو ان يتحد ويصطلح ابناء الزمالك الحقيقيين. اتمنى ان يكون في صلح ما بين المهندس ممدوح عباس والاستاذ ايمن عباس وامير مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور والمستشار مرتضى منصور والدكتور حسام المندوه والاستاذ هشام نصر، الكابتن هشام نصر والكابتن احمد سليمان وجميع رموز وقامات وقيادات نادي الزمالك. اتمنى نادي الزمالك زي ما قال حلمي زموره الله يرحمه الاسطوره الكابتن حلمي زموره كان بيقول: الزمالك هو البيت الكبير. اتمنى ان هذا البيت الكبير نادي الزمالك يجمع كل اولاده ويجمع كل رموزه التاريخيين. المستشار مرتضى منصور هو احد الرموز التاريخيين لنادي الزمالك. المستشار جلال ابراهيم الله يرحمه احد الرموز التاريخيين لنادي الزمالك. الدكتور كمال درويش احد الرموز التاريخيه لنادي الزمالك. الكابتن حسين لبيب احد صناع التاريخ في نادي الزمالك. الكابتن هشام نصر احد الرموز التاريخيين لنادي الزمالك. الكابتن احمد سليمان احد الرموز التاريخيين لنادي الزمالك. فاتمنى اني الاقي كل الكوكبه دي، كوكبه اداريه، كوكبه اعلاميه، كوكبه فنيه، كوكبه جماهيريه، كوكبه اعلاميه، تجتمع من اجل نادي الزمالك.